هذا الموعد الذي تعودنا أن نرسل فيه الجزية إلى الخليفة. لا بأس من التأخير بعض الوقت. أخاف أن يستبطئ المأمون وصول الجزية إليه ويتشكك في الأمر. المأمون منشغل بما يدور في بغداد من محاورات ومجادلات، هذا ما يأخذ كل اهتمامه. ولكن القائمين على بيت المال سوف يذكرونه. دع هذا الأمر لي، لا تضعه في اهتمامك. كيف يا عماه؟ كيف والمأمون مغرم بتغيير ولاة مصر؟ فعلها أكثر من مرة منذ توليه الخلافة. يا جابر، لا أظنه يفعلها معي، وإن فعلها فلن ينجح. هل أعددت لأمر كهذا؟ جابر، أصبحت تسأل فيما لا يعنيك. أنا أعرف جيدا ما أفعل، وأنت عليك أن تنفذ ما آمر به. الأمر لك على كل حال. نعيم أهل الجنة لا زوال له، وعقاب أهل النار من الكفار لا انقطاع له. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في وصف نعيم أهل الجنة في سورة الواقعة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقوله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الرعد: أكلها دائم. الله، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. آمين. ويقول عز وجل في وصف حال أهل النار في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول تعالى في سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وذلك لا يدل إلا على أن العذاب والنعيم دائمان، ويبطل قول من قال إن النعيم في الجنة والعذاب في النار يفنيان. دعك من هذا يا شافعي، وقل لنا رأيك في الإمام مالك بن أنس. مالك سيد من سادات العلم، وهو إمام في الفقه والحديث، وليس مثل مالك متتبع للحديث مستوعب للفقه مع عقل وأدب. الله أكبر، الله أكبر. ما رأيك فيما ينتقص من مالك ويبغضه؟ إذا رأيت أحدا يبغض مالكا فاعلم أنه من أصحاب البدع رحمه الله. كم تعلمت منه وأخذت عنه الكثير. الله أكبر، الله أكبر. ما رأيك في الليث بن سعد يا شافعي؟ قبل أن تقول رأيك فيه يا شافعي، الليث هذا أحصى على الإمام مالك 70 مسألة، قال إن رأيه فيها مخالف للكتاب والسنة. الليث بن سعد مدع ومبتدع، ما رأيك فيه يا شافعي؟ استغفر الله، كان صديقين متحبين. الله أكبر. هذا شيخ المالكية في مصر يعترف بمكانة الليث. ما هو بشيخ المالكية؟ المالكية هم الذين عاشوا مع مالك وتلقوا منه ودافعوا عنه. أنت يا فتيان تبالغ في التعصب لمالك حتى تكاد أن تنحرف عن مذهبه. بل أنت الذي تفرط في فقه مالك حتى تكاد تخرج عليه. رحم الله إمامنا الليث بن سعد، كان يقول: تعلموا الحلم قبل العلم. ما ندمت وأسفت على عدم لقاء أحد كالليث بن سعد، كان سيد الفقهاء. أحسنت يا شافعي، أحسنت. ما هذا يا شافعي؟ تقول الرأي وتنقده؟ من صاحب الرأي الصحيح في مسائل الخلاف بين الليث ومالك؟ كل يصيب ويخطئ إلا من عصمه الله، وليس الصواب ملكا لأحد، كما أن الخطأ ليس وقفا على أحد. لا تراوغ وقل لنا أيهما أولى بالاتباع عندما يختلفان في المسألة الواحدة؟ كلاهما أخذ عن كتاب الله وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاختلاف كان في الفهم والاستنباط، وهذا يسر وخير، وللمسلم أن يختار ما يطمئن إليه قلبه. هذا رأينا،
أحسنت الرأي يا شافعي. رحم الله الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز عندما قال: ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على رأي واحد في كل المسائل، وإلا أصابنا العنت وما كانت لنا رخصة. أنت تجحد مالكا وتساويه بمن هو دونه. مالك هو النجم الثاقب. كيف لا أقتنع يا إمام وأنت النجم الذي نهتدي به؟ في السماء نجوم كثيرة يمكن الاهتداء بها. هو النجم الثاقب، ولكن السماء مليئة بالنجوم. هيا بنا، ليست هذه حلقة علم تقصد الصواب وتنشد الحق. هيا. ألا تخرج يا شيخ المالكية مع أنصار مالك؟ هم أعداء مالك وليسوا أنصاره. وأنت يا بويطي، ألا يغضبك ما قلته إشادة بمالك وثناء عليه وتذهب أنت الآخر؟ بل أنا معك وعلى منهجك. أكمل درسك يا شافعي. مرحبا برؤساء قبائل القيسية وأهلا بكم في مصر. أرسلت إلينا فجئنا نعرف ما تطلب. ما جئت بكم لأطلب، ولكني أردت أن أعرف رأيكم في أمور الحكم. ما عاد أحد يشاورنا ويأخذ بما نراه. لهذا جئت بكم لأضع الأمور في نصابها وأعطي كل ذي حق حقه. أجدادكم من القيسيين هم الذين فتحوا مصر، وهم أول من أدخل الإسلام فيها، وأنتم أولى الناس بالرأي والمشورة. ما عاد هناك من يتذكر ذلك ويعترف به. أنا أذكره وأقدره، لذا جئت بكم لتكونوا حولي. أريدكم سندي، ونحن لا نتخلف عن ذلك. وكما تعطون تأخذون. هذا بعض حقكم في أموال مصر، 100,000 درهم تستعينون بها على قضاء حوائجكم. خذوا خذوا. شكر الله لك. الآن حدثوني عن مشاكلكم لأضع الحل لها. يعرف سيدي الوالي أن قبيلة الكلبية تنافسنا وتصارعنا وتسعى لإثبات وجودها وفرض آرائها. الكلبية قبيلة عربية لا ننكر، ولكن ليس لها من الفضل ما لكم. أجدادكم هم الذين فتحوا مصر وأدخلوا الإسلام فيها. أخيرا جاءنا الإنصاف والعدل. الإنصاف والعدل معي. كونوا معي وسوف أكون معكم. ونحن معك في كل ما تفعل. لقد أرسلت في طلب مشايخ قبائل الكلبية لأخطرهم بمكانتكم عندي وأحذرهم من الصراع معكم. شكرا سيدي الوالي. هكذا نتعاهد على نصرة بعضنا البعض، ويشهد الله على هذا العهد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاجب. أمر مولاي. أدخل رؤساء قبائل الكلبية الذين ينتظرون بالخارج. أمر مولاي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذوا أماكنكم. أتعرفون لما أرسلت في طلبكم؟ جئت بكم لأطلعكم على شؤون البلاد وآخذ رأيكم
في إدارتها. قاطعنا الولاة وقاطعونا منذ زمن بعيد. كان خطأ، أردت أن أصوبها. أنتم القلبية، أعز قبائل العرب وأشرفها. أنتم من فتحتم مصر وأدخلتم الإسلام إليها. ليت الناس يعرفون ذلك. أريدكم حلفاء لي تناصرونني وأنصركم. لن أقضي أمرا بغير مشورتكم. كم سعينا لذلك منذ وقت بعيد، وها قد صار البعيد قريبا. أنتم أصحاب الحظوة، ولكم وحدكم الرأي والمشورة. خذوا هذه 100,000 درهم تستعينون بها على قضاء حوائجكم. خذوا خذوا بارك الله فيك. والآن حدثوني عن مشاكلكم لأجد الحل لها. قبائل القيسية يصارعوننا على مكانتنا ويحاولون أن ينالوا منها. ليس لهم من الأمر شيئا. لقد قابلت رؤساء هذه القبائل قبلكم وحذرتهم من أن يتعرضوا لكم مرة أخرى. أنتم سادة العرب، ليكن هذا عهدنا. لن أخلف عهدي معكم، وأنتم لا تخلفوا عهدكم معي. لقد رتبت الأمر على خير وجه، فما الذي بقي لك لتعلن الانفصال عن الخليفة؟ القبائل العربية كلها تتفق على مناصرتي، والعامة مشغولون بمعاشهم، وما بقي غير علماء المسلمين. العلماء مشغولون بالخلافة بينهم. لو أعلنت الانفصال عن الخلافة تركوا خلافهم والتفوا حول تأييد الحاكم ولي الأمر، ولا أضمن ولاءهم بعد ذلك. هما مذهبان يتصارعان، المالكي والحنفي. ماذا لو قربتهما إليك واحدا بعد الآخر كما فعلت مع القبائل العربية؟ ليس أتباع مالك وأبي حنيفة هم فقط علماء المسلمين. لقد ظهر مذهب وسط بدأ الناس يجتمعون حوله. تقصد البويطي الذي يحمل فكر الليث؟ لا، بل أقصد الشافعي الذي بدأ الناس يلتفون حوله ويتأثرون به. مرحبا بك في مصر وأهلا بك في داري. تفضل يا بشر. ما توقعت أن تلقاني بهذه المودة بعد كل ما حدث بيننا في بغداد. أنت أبو مسلمة وأنت جد حفيدتي، وقبل ذلك وبعده أنت أخي في الإسلام يا بشر. رحم الله مسلمة، فرقتنا عندما تزوجت بولدك وجمعتنا بعدما فارقت الحياة. رحمها الله. وصدق الشاعر إذ يقول: إن المصائب يجمعنا المصابين. لقد استأجرت دارا قريبة منك لنقيم فيها مع الطفلة لترونها كل حين، وأحسب أن امرأتي وامرأتك يسرهما ذلك، فهما متحابتان. وأنا وأنت كذلك يا بشر، لن يكون بيننا خلاف أبدا إذا وعدتني بشيء واحد. لا أرفض لك طلبا. لا تردد ما كنت تقوله وأنت في بغداد، فمصر هنا لا تعرف مسائل الكلام التي كنتم تخوضون فيها عن كتاب الله وذاته وأسمائه وصفاته. لك ما تريد يا شافعي. مصر لديها من المشكلات ما يكفي يا بشر، وليست بحاجة إلى مشكلات أخرى حول مسائل العقيدة، وهذا ما تصديت له عندما حاول البعض إثارة هذه القضايا. هل حدثتني عما تراه في مصر من مشكلات؟ المسلمون هنا بعضهم يأخذ بآراء الليث بن سعد، وآخرون يأخذون بمذهب مالك، وجماعة ثالثة يأخذون المذهب الحنفي، وحتى أتباع مالك منقسمون على أنفسهم بين معتدل ومتطرف.
وأنت تريد أن تجمعهم على مذهب واحد. ما أردت هذا ولا أستطيعه، ولكني أعمل كي تتعايش المذاهب المختلفة في وئام وسلام. أنا معك يا شافعي. وماذا عن مسائل أصحاب الكلام التي كنت ترددها وأنت في بغداد؟ تركتها قبل أن أجيء إلى مصر، والحمد لله. الحمد لله. وكيف ذلك يا بشر؟ لا أخفي عليك يا شافعي أن الصدمة في موت ابنتي مسلمة جعلتني أدرك أن العقل غير قادر على إدراك كل الأشياء، وأنه لا يستطيع أن يحل كل المشاكل، ولكن الإيمان بقضاء الله والتسليم به هما الطريق الوحيد. هذا هو رأي أصحاب الأثر والسنة. لقد قرأت الأوراق التي تركتها لمسلمة، وإنما دفعني للحضور إلى مصر هو أن أستزيد من علمك وفكرك، ولعلك لا تصدقني إذا قلت لك إنني من أشد المعجبين بك. بارك الله فيك يا بشر. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. أنت يا شافعي أعلم علماء هذا الزمان. أستغفر الله. حلقتك في مسجد الفسطاط لا ينافسها في الإقبال حلقة أخرى. أسأل الله أن ينفع الناس بما فيها. ولكني عاتب عليك. لماذا تنقطع عن زيارتي وتحرمني مشورتك؟ كانت لي حاجة عندك يا سيدي الوالي فلم تستجب لها. ما هذا الذي تقول؟ أي حاجة؟ طلبت أن يكف أعوانك عن ترديد الأقاويل عن كتاب الله وذات الله. لقد أمرتهم بالامتناع عن ذلك، ولكنهم لم يمتنعوا، فلا يزال هناك من يتحدث عن القرآن أهو مخلوق أم غير مخلوق. يا شافعي، الخليفة المأمون هو الذي أصر على أن القرآن مخلوق. هذا خطأ فادح يا سيدي الوالي، وليس لك أن تسير الخليفة فيما يطلب. أواثق أنت يا شافعي بخطأ القائلين بأن القرآن مخلوق؟ لا أشك في ذلك، وأغلب العلماء على هذا الرأي، أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والليث بن سعد. كأن المأمون بهذا القول يخرج عما أجمع عليه علماء المسلمين. لقد أبلغته ذلك عندما كنت في بغداد، ولكنه أصر على العناد والمكابرة. العناد والمكابرة، عناد ومكابرة في أمور الدين، هذا أمر لن يكون. هداه الله إلى الحق. شافعي، ماذا لو أعلنت ذلك للمسلمين؟ ماذا لو قلت لهم إن المأمون يخرج على ما أمر الله به؟ ما رأيك يا شافعي؟ وما القصد من وراء ذلك؟ التأكيد على أنه ليس أهلا للخلافة، وسأكون أول من يخرج عليه ويخلع بيعته. ولكنك أول من روجت مقولته بخلق القرآن ونشرتها بين الناس. ما كنت أعلم أنها على هذا القدر من الضلالة والتضليل. فلنقل للناس إن المأمون لا بيعة له عندهم، وأن من حقهم أن يختاروا خليفة آخر. ومن قال إن المأمون لا بيعة له في أعناق الناس؟ عندما يخرج الخليفة عن منهج الله فلا طاعة له. لا طاعة له فيما يطلب من الخروج عن منهج الله، أما طاعته كولي للأمر فهي ملزمة للعامة والخاصة، ولا يجوز لهم أن يتحللوا منها. أنا لا أفهمك يا شافعي، لا أفهمك. أخطأ المأمون عندما قال بخلق القرآن، ولكن هذا الخطأ لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر ولا يبرر الخروج عليه. أليس ما يقوله ذنبا يرتكبه؟
هو ذنب يحاسبه الله عليه، ويحاسبنا أيضا لو خلعنا طاعته. شافعي، أمرك غريب ورأيك أغرب. رأيي أن الخروج على ولي الأمر أفسد المفاسد، ومعاداة الحاكم أخطر الفتن وأشدها ضررا، وسوف أعلن ذلك للناس عندما أرى أنهم يحتاجون إليه. بإذنك سيدي الوالي. وضع الشافعي كل شيء، عادني إلى بداية الطريق، وكنت قد قاربت على نهايته. من هو الشافعي حتى تحسب حسابه؟ وماذا بوسعي أن يفعل؟ بوسعي أن يفتي الناس أن الخروج على الخليفة فتنة. وما قيمة رأيك؟ وعندك أسباب القوة، فجابر زوج ابنتك يقود الجيش، والقبائل العربية تجتمع على مساندتك. أعلى الشافعي ذلك لخرج الناس عليه. الناس هنا لا يخرجون على الدين. وما أدراك أنه يعلن هذه الفتوى؟ قالها يا خالدة، قالها لي عندما كنت أتحادث معها، وأنا لست من الحمر حتى أدخل معركة لا أضمن النصر فيها. سوف أختار وقتا آخر لأعلن استقلالي بمصر. ولكنك بدأته بالفعل ولم ترسل الجزية إلى الخليفة. سوف أرسل الجزية، وسوف أجد سببا أتعلل به للتأخير، ولكن المشكلة أني لا أجد المال الكافي. لقد أنفقت معظمه لاسترضاء القبائل. تورطت في أمر ما أحسنت تقديره. سأرسل إليه ما بقي من أموال الجزية، يكفيه 100,000 درهم. وهل يقبل المأمون؟ هذا يتوقف على من يحمل المال إليه. لابد أن يقنعه أن الناس ما زالت تعاني من آثار القحط والجد. أخاف أن يتشكك المأمون في الأمر. تعرفين أفضل من يحمل الأموال إلى الخليفة؟ جابر زوج ابنتي. أجل، هو قادر على الإقناع بجانب ما يحمله لي من الوفاء والإخلاص. سامحك الله يا شافعي، ما كان أغنانا عن هذا كله. الشافعي لن يفلت بما فعل، سيعاقب أشد العقاب. يمكنك أن تمنع دروسه في مسجد الفسطاط، فهي تثير الخلاف والانقسام بين المذاهب. يمكنني أن أفعل أكثر من هذا بكثير. يمكنني أن أخرجه من مصر إلى بلد آخر. هذا هو الحل الأمثل. لكن الأمر يحتاج إلى مبرر لما أفعل. الشافعي يعرف الخليفة والخليفة يعرفه، ولابد من إيجاد سبب لإيقاع العقاب به. بوسعك أن تنسب إلي. أنا لا أتعجل الأمر، أنا أنتظر العاصفة حتى تهدأ، وبعدها لن أعدم سببا أخذه به. قولك خاطئ يا سليمان، بل هو الصواب. الحق معي، وعليك أن ترجع إلى ما قاله الزهري. بل أرجع إلى عقلي وما أحفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيك فاسد وقولك خاطئ، والصواب أبعد ما يكون عنك. تفضل يا إمام، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو إمامنا الشافعي، نسأله فيما نختلف عليه. ما رأيك؟ ليس الصواب معك يا سليمان. هل عرفت المسألة التي نتحاور فيها حتى تحكم بهذا؟ ما عرفت، ولكني أوقن أن حجتك هي الأضعف. كيف تحكم بذلك وأنت لا تعرف ما نتناقش فيه؟ حديثك الغاضب يا سليمان، وارتفاع صوتك على النحو الذي سمعته من الخارج،
دليل على بطلان حجتك. لقد أردت أن تعوض بعلو صوتك ما فاتك من نقص حجتك. كنا نتحدث عن تفسير آية كريمة. عفوا يا محمد، نسمع الآية ونفسرها غدا بإذن الله في مسجد الفسطاط. ولما لا نناقشها الآن؟ أحب الالتزام بما اتفقنا عليه. لقد رتبنا الأمور على أن تفسير القرآن الكريم يبدأ بعد صلاة الصبح في المسجد حتى تكون الفائدة أشمل عند التفسير. أما الآن فهو وقت اللغة والشعر والطرائف. حدثنا يا إمام عن بعض الطرائف. قال عبد الملك بن مروان يوما للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا ويعرف عيوب نفسه، قل لنا عيوبك ولا تخفي شيئا. فقال له الحجاج: أنا يا أمير المؤمنين لحوح حقود حسود. فقال له عبد الملك: إذن بينك وبين الشيطان نسب. فقال له الحجاج: يا أمير المؤمنين إن الشيطان إذا رآني سالمني. وصلت جزية مصر يا أمير المؤمنين. وما الذي أخرها عن موعدها؟ جاء بها جابر الأشوح نائب الوالي. كيف يستقر الحال في بيت المال والجزية لا تجيء في مواعيدها؟ الجزية يا أمير المؤمنين 100,000 درهم، وهي تنقص الثلث عن مقدارها المعتاد. تجيء الجزية ناقصة ومتأخرة. هذا إهمال السري بن الحكم الوالي الذي زكيته أنت لولاية مصر. يقول نائب الوالي إن مصر ما زالت في قحط يا مولاي، وإن جمع الأموال صادف صعوبة بالغة. الوالي يتعلل بالأعذار ولا نعرف الصدق فيما يدعيه. أتيك بجابر الأشوح تناقشه في أمور مصر يا مولاي. لا 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 لا، بل أحضر لي أولا صاحب البريد ومعه كل الرسائل عن أحوال مصر حتى أتبين حقيقة الأمر، ثم أقرر بعد ذلك أمر الحاكم في مصر. صاحب البريد بالخارج يا مولاي، آتيك به إن أمرت بذلك. هاته على الفور. صاحب البريد يا مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل لي يا صاحب البريد، ما أخبار مصر؟ كل خير يا أمير المؤمنين. فهل كان فيضان النيل كما يحدث كل عام؟ بل زاد النيل عن مقداره المعتاد. هل تعرف سببا يمنع المصريين عن أداء حق بيت المال في الجزية؟ الزرع كان جيدا، وأحسب أن المحصول كان وفيرا. تسمع فضل ما يقول صاحب البريد؟ والي مصر يريد أن يحتجز بعض المال لنفسه أو لأمر في نفسه. أحضر لي الآن نائب الوالي الذي جاء بالجزية نراجعه في الأمر. أمر مولاي أمير المؤمنين. ماذا فعلت مع المأمون؟ بدأ أول الأمر غاضبا من تأخير الجزية وإنقاص مقدارها، حتى خشيت أن يستبدل غيرك واليا على مصر. لن أترك الولاية، ولن يستطيع أحد أن ينزعني منها. عافيتك من الصراع معه، واستطعت أن أحول غضبه إلى ثناء وتقدير. كيف ذلك؟ خبرني عما دار بينكما. ذكرت له حال مصر وقد أجدب الزرع وقل المحصول، فاستغرب الحال وقال إن الأخبار عنده أن النهر فاض بأكثر مما كان متوقعا له. وكيف أمكنك إنكار هذه الزيادة؟ لو أنكرتها ما كان يصدقني، ولكني اعترفت بها وأبلغته أن فيضان النهر الزائد أغرق المحاصيل وأتلفها.
كم أنت بارع في انتحال الأعذار يا جابر. بارع. وما الذي انتهى إليه الأمر؟ قال إن الرفق بالناس والتخفيف عنهم أحب إليه من تحميلهم ما يفوق طاقتهم. وهذا ما فعلناه. ولهذا أثنى المأمون على ما قمت به، وأكد ثقته بك واطمئنانه إليك. وفقت وأحسنت يا جابر، وفقت وأحسنت. ولكن المشكلة تأجلت لعام قادم، فلن نستطيع تأخير الجزية وإنقاصها ثم التعلل بالفيضان مرة أخرى. عندما يحل العام القادم لن نكون بحاجة إلى أعذار. تقصد أن ندفع إليه الجزية كاملة في موعدها؟ هذا هو الحل الوحيد أمامنا. قبل أن يحين العام القادم لن يسألنا أحد عما نفعل في مصر. تقصد؟ لا أقصد شيئا، لا أقصد شيئا. لا عليك، عليك أن تتدبر ماذا حدث من أمور الولاية أثناء سفرك. وماذا جاد في أمور الولاية؟ الصراعات المذهبية في مسجد الفسطاط تكاد تمزق المسلمين. تقصد المالكية والحنفية؟ والشافعية أيضا. الشافعية. عليك أن تتابع الشافعي وأن تراقبه لكي تعرف ما الذي يقول، والأهم ما الذي يدبره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديثنا اليوم عن التيمم ومشروعيته ومتى يباح. فقد ثبت في الكتاب والسنة وبالإجماع مشروعية التيمم. ففي الكتاب يقول تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فقد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل، ولكن في أحوال خاصة. وعلى المتيمم أن يقدم النية ثم يضرب الصعيد الطاهر بكفيه ضربتين، ثم يضرب الصعيد الطاهر بكفيه ضربتين، ثم يمسح بوجهه وكفيه إلى الرسغين. عفوا يا إمام، عفوا. جاءنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر أن التيمم ضربة واحدة لا ضربتين. هل معك الحديث وسنده؟ أجل يا إمام، أجل. هكا هو. اضربوا عن قولي واعلموا أن التيمم ضربة واحدة لا اثنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا إمام. إذا سمعتم مني ما يخالف ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله فإنه قولي، فإن صح الحديث فهو مذهبي. بارك الله فيك يا إمام. نعود إلى الأسباب التي تبيح التيمم، وأولها عدم وجود الماء أو وجود الماء القليل الذي يحتاجه صاحبه للشرب أو لشرب غيره، إنسانا كان أو حيوان. وإذا وجد الماء وخيف الضرر من استعماله. ما بك يا عمي؟ ألم عارض في قدمي سرعان ما يزول بإذن الله. ساقك تؤلمك؟ سوف أجيئك بمقعد تمد ساقك عليه. لا أفعل، لا أفعل، لا يليق. كل الحضور ليسوا من الغرباء عنا.
هذا الشيخ الوقور يحضر مجلسي لأول مرة، ولا يليق أن أمد ساقي بمواجهته. ربما يكون عالما أستحي منه. لا تبالي يا إمام. شيخنا الزائر ألا يحب أن يسأل شيئا في أمر التيمم؟ تقول إن التيمم هو الضرب بالكفين على صعيد الأرض مرتين؟ بل مرة واحدة كما ثبت من الحديث. ماذا لو لم يجد المصلي الأرض التي يضرب عليها؟ كيف ذلك؟ كأن يكون معلقا في الهواء لا يطول الأرض. معلق في الهواء؟ نعم، معلق في الهواء. نعم. ولا يطول الأرض. نعم. أهذا ما جال برأسك؟ نعم. خابت فراستي هذه المرة، وآن للشافعي أن يمد ساقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا محمد؟ ما رأيتك في حلقة الأسبوع كله؟ شغلني يا أبي. ما الذي يشغلك عن طلب العلم؟ أنا لم أنقطع عن طلب العلم يا أبي، فأنا ألزم الشافعي حيث يذهب، في المسجد أو الدار. تلازم الشافعي وتنقطع عن حلقة أبيك؟ أنت الذي نصحتني بذلك يا أبي، وأوصيتني أن آخذ العلم عنه، فهو حقا بحر من العلوم والمعارف. يا بني، أردتك أن توسع مداركك، ولكن الفرع لا يغني عن الأصل. لا أفهم ما تعني يا أبي. أنت على مذهب الإمام مالك، وعليك أن تعطي مذهبك حقه قبل أن تصرف كل جهدك إلى مذهب آخر. دعني إذن أصارحك يا أبي، إنني أجد ما يقوله الشافعي أقرب إلى عقلي وقلبي. إنه يلتزم الوسطية التي يدعو لها الإسلام. وماذا عن المذهب المالكي؟ إنما أتركه لما هو أفضل منه. أفضل منه؟ المالكية. المالكية هي أفضل المذاهب وأرشدها. هذا رأيك يا أبي، ولي رأيي. استطاع الشافعي أن يتسلل إلى عقلك ليخرجك من مذهبك إلى مذهبه. لست وحدي يا أبي، لكن كثيرون فعلوا مثلي، فحلقته تضيق بالمترددين عليها. الشافعي يغرر بطلاب العلم ويأخذهم إلى مذهبه. ما هو تغرير، ولكنه إقناع واقتناع. أنا شيخ المالكية في مصر، ولن أتهاون في الدفاع عنها. لن أترك الشافعي يجتذب أنصارها واحدا بعد الآخر. دع الناس يا أبي يختارون لأنفسهم ما يريدون. اتهمني فتيان بالتخاذل في الدفاع عن المالكية، ويبدو أنه على حق. لقد ساندت الشافعية بأكثر مما ينبغي. لا يدعو الأمر لهذا القلق، فلا يزال الكثيرون يعتنقون المذهب المالكي. دعنا من الكثيرين لنتحدث عنك أنت يا محمد. أنا أكثر الناس اقتناعا بما يقوله الشافعي. وماذا يقول الناس عندما يرون ولدي يخرج من المالكية إلى الشافعية وأنا شيخ المالكية؟ ذلك شأنهم. شأنهم وشأني، يكفيك مكان. ولا شأن لك بالشافعي، وليكن مكانك في حلقة أبيك. لا أستطيع أن أعدك بذلك يا أبي. بل تفعل ما أريد. أنا أبوك وصاحب الرأي فيما تفعل. أنت أبي بالنسب، والشافعي أبي في العلم، وربما كانت أبوة العلم أولى بالاتباع من أبوة النسب.